الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. بإذن الله مكملين مع بعض الدرس الأول، محاولات تصنيف العناصر. شفنا عندنا إن كان عندنا 3 محاولات لتصنيف العناصر. كان عندنا أول محاولة كانت عندنا طبعا للعالم مين يا شطار؟ كان عندنا العالم مندليف. تاني محاولة كانت عندنا طبعا للعالم موزلي. ثالث محاولة كانت طبعا عندنا الجدول اللي قدامنا ده اللي هو الجدول الدوري الحديث. تمام. عدد العناصر كانت عندي من دليف كان 67 عنصر. وصلنا عندنا للجدول الحديث طبعا عدد العناصر 118 عنصر. مندليف رتب عندنا العناصر ترتيبا تصاعديا على حسب أوزانها الذرية. تمام. من موزلي رتب العناصر ترتيبا تصاعديا على حسب أعدادها الذرية. بينما الجدول الدوري الحديث اللي قدامنا ده رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا على حسب أعدادها الذرية وطريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات. ده الجدول الدوري الحديث اللي فيه عدد العناصر كام؟ 118 عنصر. بإذن الله بقى النهاردة معانا عايزين نعرف عندنا وصف الجدول الدوري الحديث. عايزين نوصف عندنا الجدول الدوري الحديث. قال لك والله الجدول الدوري الحديث ده بيتكون عندنا شطار من بيتكون عندنا من صفوف أفقية، تمام، وأعمدة رأسية. الصف الأفقي ده زي اللي قدامك ده كده. تعال نعد كده الصفوف: 1 2 3 4 5 6 7. يبقى الجدول الدوري بيتكون عندنا من صفوف أفقية، 7 صفوف أفقية. الصف الأفقي الواحد بيسمى عندنا باسم الدورة، باسم الدورة. يبقى الجدول كده عبارة عن كام دورة يا شطار؟ 7 دورات أفقية. كلام جميل. أمال عندنا بقى اللي هو العمود الرأسي. العمود الرأسي ده بيسمى عندنا باسم المجموعة. تعال نعد كده كام مجموعة. ادي 1، ها، مش كده تاني، ها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. يبقى بيتكون عندنا من 18 عمود رأسي. 18 عمود رأسي. كل عمود رأسي يا شطار بيسمى عندنا باسم باسم المجموعة. يعني كل عمود اسمه مجموعة. يبقى كده عندنا الجدول الدوري بيتكون من 7 دورات أفقية، 7 دورات أفقية، و18 مجموعة رأسية. 18 مجموعة رأسية. كلام جميل. كمان صنفنا عندنا الجدول الدوري أو قسمناه عندنا إلى 4 فئات. 4 فئات. عندنا حاجة تسمى عندنا عناصر الفئة S، وعناصر الفئة عندنا ده S، وعناصر الفئة عندنا D، وعناصر عندنا الفئة B، وعناصر عندنا الفئة F. يبقى كده عندنا الجدول الدوري عبارة عن 4 فئات: الفئة S، والفئة B، تمام، والفئة عندنا D، والفئة F. طب بالنسبة عندنا لعناصر الفئة S، قال لك ده عبارة عن كام عمود رأسي، اللي هو كام مجموعة؟ قال لك عبارة عن مجموعتين. أول مجموعة عندنا المجموعة رقم 1، والمجموعة رقم 2. طب بالنسبة كده للترقيم يا شطار، لو جينا لأول حاجة عندنا الترقيم، احنا عندنا نوعين من الترقيم. عندنا نوعين من نوعين عندنا من الترقيم. الترقيم اللي هو بيكون عندنا التقليدي للجدول الدوري، والترقيم الحديث. تقليدي وحديث. الترقيم عندنا الحديث 1 2 3 4 لحد ما توصل لحد كام؟ 18. ده الترقيم الحديث للمجموعات: 1 2 3 4 5 6 لحد ما تصل لكام؟ ل 18. امال الترقيم التقليدي؟ لا، الترقيم التقليدي ده هنديله عندنا رقم بالاضافه الى عندنا حرف من حروف الانجليزيه، اللي هو الحرف A، او عندنا الحرف الحرف B. تعال نشوف الكلام ده كده على الجدول الدوري الحديث. والله عندي عناصر الفئة S عبارة عن مجموعتين. عبارة عن كم مجموعة؟
مجموعتين، أول عمود وتاني عمود. احنا العمود قلنا عليه اسم إيه؟ اسم المجموعة. فعناصر الفئة S عبارة عن كام مجموعة وكام عمود؟ اتنين. العمود رقم واحد والعمود رقم اتنين، أو المجموعة رقم واحد ورقم اتنين. واحد ده في الترقيم الحديث، في الترقيم التقليدي اسمه 1A 1A. والعمود رقم 2، المجموعة رقم 2 في الترقيم الحديث، في التقليدي اسمها عندنا 2A. يبقى الفئة S كم عمود يا شطار؟ عمودين، العمود 1A والعمود 2A، أو المجموعة رقم 1 والمجموعة رقم 2 في الترقيم الحديث. عندنا الفئة بقى التانية وهي عناصر الفئة B. عناصر الفئة B زي ما انت شايف كده ان الفئة S بتقع في يسار الجدول الدوري. ما ده كده عندنا يسار الجدول الدوري، وناحية ايدنا اليمين ده يمين الجدول الدوري، وهنا وسط الجدول الدوري، وتحت خالص اسمه عندنا ايه؟ اسفل الجدول الدوري. يبقى عناصر الفئة S بتقع عندنا في يسار الجدول الدوري. أمال العناصر عندنا الفئة B دي بتقع في يمين الجدول الدوري. طب بالنسبة عندنا لعناصر الفئة مين؟ الفئة عندنا يا سيدي B. العناصر الفئة عندنا B ده عبارة عن كم مجموعة؟ تعال نعد مع بعض عدد المجموعات لعناصر الفئة B. قال لك والله ده كده، ما احنا قلنا عندنا العمود الرأسي ده عبارة عن مجموعة: واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة. يبقى احنا عندنا الفئة دي عبارة عن كم مجموعة؟ ست مجموعات. الفئة B عبارة عن ست مجموعات. كلام جميل. طيب هتاخد الأرقام إيه؟ مش قلنا هناك الفئة S 1A 2A؟ كمل بقى: 3A 4A 5A 6A 7A. المفروض كان يكون في 8A، لا احنا سميناها عندنا المجموعة الصفرية. المجموعة الصفرية اللي هي بتضم عندنا الغازات الخاملة اللي هم الهيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون. يبقى عناصر الفئة B تاني بتقع عندنا والله في يمين الجدول الدوري، بتتكون عندنا من ست مجموعات رئيسية. تبدأ عندنا من المجموعة 3A 4A 5A 6A 7A، المجموعة الصفرية. تمام؟ ده ترقيم عندنا إيه؟ ترقيم تقليدي. أمال الترقيم الحديث كان عندنا الفئة S رقم واحد رقم اتنين، نروح للفئة B نلاقيها رقم 13. طب مش المفروض 3؟ لا، ما احنا هنرجع للفئة دي اللي هي في وسط الجدول الدوري، هبص الاقيها عبارة عن 10 أعمدة رئيسية. يبقى في 2 في الإس، 2 في الإس و10 عندك في الدي، يبقى كده يا سيدي 12 عمود. العمود اللي يجي بعد كده في الفئة B أول عمود اللي هو 3A رقم 13، 4A 14، 5A 15، 6A 16، 7A 17. وبعد كده المجموعة الصفرية بتقع في العمود الرأسي رقم كام؟ رقم 18 في الترقيم في الترقيم الحديث، في الترقيم الحديث. طب تعال نشوف بقى عندنا العناصر اللي هي بتقع عندنا في وسط الجدول في وسط الجدول الدوري، وهي عناصر الفئة دي. عناصر الفئة مين يا شطار؟ دي. تعال نعد عدد الأعمدة بتاعتها: واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10. يبقى الفئة عندنا دي عبارة عن كام عمود؟ 10 أعمدة. 10 أعمدة رئيسية. تاخد بقى عندنا الترقيم التقليدي بتاعنا بقى. احنا قلنا هناك 1. تعال نصغر كده شوية. قلنا عندنا في الفئة S، في الفئة S قلنا عندنا ال1 A، قلنا عندنا ال1 A. تمام. 2 A 1 2 2 يجي بعدها 3، بس ما ينفعش اقول 3 A لان هنا 3 A هي عناصر الفئة B. امال دي بقى هديها حرف مين؟ حرف البي، حرف البي. يبقى عناصر الفئة دي بتاخد عندنا شطار الحرف مين؟ الحرف B. امال الاس والبي بياخدوا عندنا حرف حرف الايه. طب تعالى بقى نشوف بقى الترقيم بتاعنا. تمام. يبقى ده 1 2، يبقى ده 3 بس 3 بي، 4 بي، 5 بي، 6 بي، 7 بي. المفروض كنت اقول 8 بي، ما قلتش 8 بي ليه؟ لان انا ما عنديش، خلي بالك بقى،
مفيش 8A، مفيش 8A. عشان كده مش هقول 8B، لأن مفيش 8A أصلا، فأنا بقول المجموعة الثامنة. خلي بالك المجموعة الثامنة بتضم عندك، المجموعة الثامنة بتضم ثلاث أعمدة رئيسية. يعني الثلاث أعمدة الرئيسية دولت مع بعض كده مجموعة واحدة، اسمهم المجموعة الثامنة. اسمهم المجموعة مين؟ الثامنة. تمام. طيب يجي بعد كده الشطار عندنا بقى بعد المجموعة الثامنة، هبص ألاقي عندي ال1 بي وال2 بي. يعني أنا بادئ بال3 بي بس بنتهي في الآخر عندي 1 بي 2 بي. بعد الاتنين إيه؟ 3 بس 3 مين؟ 3 إيه؟ 3 إيه. يبقى إحنا عندنا الفئة دي بتتوسط الجدول الدوري، يعني بتقع في وسط الإيه؟ وسط الجدول الدوري. بتتكون من كام عمود يا شطار؟ 10 أعمدة. بس في عندي 3 أعمدة مع بعض كده بيسموا عندنا باسم المجموعة التامنة. المجموعة مين؟ المجموعة التامنة. تمام؟ يبقى نلخص الكلام ده تاني ونقول عندنا الجدول الدوري بيتكون من 118 عنصر. 118 ايه؟ 18 عنصر. تمام؟ كلام جميل. قسمناهم عندنا إلى كام فئة؟ إلى 4 فئات. إلى 4 ايه؟ 4 فئات. الفئة اس بتقع عندنا في يسار الجدول الايه؟ يسار الجدول الدوري. الفئة مين؟ الفئة اس بتقع في يسار الجدول الدوري. بتتكون عندنا من كام عمود؟ من عمودين أو مجموعتين، ال1A وال2A. بينما عناصر الفئة B عبارة عن كام عمود رأسي؟ 6 أعمدة رئيسية، 3A 4A 5A 6A 7A والمجموعة الصفرية. تمام؟ طب بالنسبة للفئة دي بتتوسط عندنا وسط الجدول الايه؟ الدوري. كل العناصر دي اسمها عناصر الفئة دي، بتتوسط الجدول الايه؟ الدوري. طب بتتكون عندنا من كام عمود رأسي؟ من 10 أعمدة رئيسية. تبدأ عندك من 3B 4B 5B 6B 7B وثلاث مجموعات مع بعض كده بسميهم اسم المجموعة رقم 8 وال1B وال2B. يبقى الفئة S والفئة B بتاخد عندنا حرف ال A. تمام. والفئة دي بتاخد حرف ال B. حرف مين يا شطار؟ ال B. أمال بقى عندنا الفئة الرابعة. الفئة الرابعة دي بسميها عندنا عناصر الفئة F. عناصر الايه؟ الفئة F. ودي بتقع فين في الجدول الدوري يا شطار؟ بتقع أسفل الجدول الدوري. أسفل الجدول الإيه؟ الدوري. عبارة عندنا عن سلسلتين أفقيتين، كل سلسلة عبارة عن 14 عنصر. لو جيت تعدهم تلاقي كل سلسلة عبارة عن 14 عنصر. أول سلسلة عندنا بتسميها سلسلة اللانثانيدات. اللانثانيدات. وتاني سلسلة تسمى عندنا باسم الأكتينيدات. الأكتينيدات. يبقى اللانثانيدات والأكتينيدات تبع عناصر الفئة F. طب ليه يا عم أنت سميتهم اللانثانيدات ودول سميتهم الأكتينيدات؟ قال لك لأن اللانثانيدات لو جيت رجعت كده للإيه؟ للجدول الدوري عندك الحديث. تمام؟ تعالى يا عم الجدول كده نكبر كده شوية. تعال بص لي كده في الدورة رقم 6. في الدورة رقم كام؟ 6. تمام؟ ادي الدورة رقم 6. احنا انت بتيجي تقول لي ان على الجدول الدوري بترتبط فيه العناصر ترتيبا تصاعديا على حسب اعدادها الذرية. كلام جميل. 55 56 57. لقيت 72. ايه ده يا عم؟ في القفزة ديت كده ليه كده؟ 57 المفروض يجي وراها 58. اهو انزل تحت كده تبص تلاقي 8 وايه؟ 58. كلام جميل. ده عنصر مين أو مجموعة مين؟ اللانسانيدات. تمام. ليه سميتها اللانسانيدات؟ لأنها تأتي بعد عنصر يسمى عندك اللانسانيوم. اللانسانيوم 57. اللي هيجي بعده بقى اسمها اللانسانيدات، يبدأ من 8 وإيه؟ و50. تمام. 58. تعال بص كده في الآخر هتبص تلاقي كام؟ آخرك بعد 14 عنصر هتلاقي عندك كام؟ 71. آخر اللانسانيدات 71. ارجع بقى كده للإيه؟ عندك الجدول الدوري الحديث. تبص تلاقي عندك كام؟ هناك 71. تبص تلاقي هنا كام؟ 72. يبقى القفزة ديت ما بين 57 ل 72 هي عندنا سلسلة مين؟ اللانسانيدات اللي هي عبارة عن 14 عنصر. 14 إيه؟ عنصر. بنفس الفكرة عندنا بقى الأكتينيدات. الأكتينيدات
بتقع عندنا أيضا أسفل الجدول الدوري الحديث. سميتها باسم الأكتينيدات لأنها تأتي بعد عنصر الأكتينيوم. الأكتينيوم بيقع عندك في الدورة السابعة. تبص تلاقي الأكتينيوم 89، المفروض اللي يجي بعده 90. هنا لا، لقيت 104. إيه الفرق ما بينهم ده؟ أو الحتة الفاضية ديت هي بتاعت مين؟ الأكتينيدات. فالأكتينيدات هتخش هنا 89، يجي بعد كده 90، 91 لحد ما تخلص الكام؟ ال 14 عنصر. تبص تلاقي آخرك 103. يجي هنا بعد كده كام؟ 104. 100 وإيه؟ 104. يبقى تاني كده يا شطار، الجدول الدوري الحديث الوصف بتاعه كده مراجعة سريعة عليه تاني. الجدول الدوري الحديث بيتكون من كام عنصر؟ 118 عنصر. رتبت فيه العناصر ترتيبا تصاعديا على حسب أعدادها الذرية، وعلى حسب يا شطار الايه؟ على حسب العدد الذري، وعلى حسب طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات. الجدول الدوري بيتكون من كام فئة؟ من 4 فئات. عناصر الفئة S، عناصر الفئة B، عناصر عندك الفئة D، عناصر عندك الفئة F. الفئة S بتقع في يسار الجدول الدوري الحديث. تتكون عندنا من مجموعتين أو عمودين. العمود الأول اسمه 1A والثاني اسمه 2A، أو المجموعة رقم 1 والمجموعة رقم 2. عناصر الفئة B تقع في يمين الجدول الدوري. تتكون عندك من 6 مجموعات رئيسية. بتبدأ عندك بال 3A، 4A، 5A، 6A، 7A. وآخر عمود في الفئة B اسمه عندنا المجموعة الصفرية، التي تضم نقط، تضم الغازات الخاملة اللي احنا لخصناهم في كلمة هناك زر: هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، رادون. بينما الفئة دي تسمى باسم أو بتشتمل على عناصر تسمى عندنا العناصر الانتقالية. العناصر الإيه؟ الانتقالية. الفئة عندك دي بتتميز بالحرف B، اسمها دي. عناصر فئة دي بتتميز بالحرف B. عبارة عن كام مجموعة أو كام عمود رأسي؟ 10 أعمدة رئيسية بتقع في وسط الجدول الدوري. عندك في 3 أعمدة مع بعض اللي لهم اسم واحد، اسمهم المجموعة رقم 8. المجموعة مين؟ الثامنة. تبدأ العناصر الانتقالية أو عناصر الفئة دي بداية من الدورة رقم كام؟ رقم 1 ما فيهاش، 2 ما فيهاش، 3 ما فيهاش. تيجي للدورة رقم 4، الدورة أفقي. تبدأ عندك ظهور مين؟ ظهور العناصر الانتقالية بداية من الدورة رقم 4. تأتي بعد عنصر مين؟ الكالسيوم. الكالسيوم 20. هنا السكنديوم ده أول عنصر في العناصر الانتقالية 21. تمام. عندنا بعد كده عناصر الفئة F، وهي عبارة عن سلسلتين. عناصر أول سلسلة عندنا تسمى باسم اللانثانيدات. اللانثانيدات، عناصر اللانثانيدات، وسميناها اللانثانيدات لأنها تأتي بعد عنصر اللانثانيوم. تمام. دول عبارة عن 14 عنصر، والأكتينيدات 14 عنصر. سميناهم باسم الأكتينيدات لأنهم يأتوا بعد عنصر الأكتينيوم. اللانثانيدات تأتي في الدورة رقم 6، بينما الأكتينيدات المفروض مكانها يكون عندنا في الدورة رقم 7. فاحنا نزلناهم تحت كده، الاتنين بيقعوا أسفل الجدول الدوري الحديث. لأن لو جيت حطيت اللانثانيدات والأكتينات في الجدول هنا، هتبص تلاقي الجدول الدوري إيه؟ هيكون طويل كده وشكله إيه؟ مش كويس معانا. فاحنا نزلنا عندنا اللانثانيدات والأكتينيدات أسفل الجدول الإيه؟ الجدول الدوري. تمام. يبقى ده عندنا كان وصف للجدول الإيه؟ الجدول الدوري الحديث. ال 118 إيه؟ ال 118 عنصر. في عندنا ترقيم تقليدي وفي ترقيم حديث. الترقيم الحديث من 1 لحد 18. الترقيم التقليدي اللي هو ال 1A، 2A، 3A، 4A، 5A، 6A، 7A، والمجموعة عندنا الصفرية. والفئة دي بتتميز بالحرف مين؟ بالحرف B. ما تنساش إن عندك عدد الأعمدة في المجموعة دي 10 أعمدة. فأنت هنا بادئ بواحد 1A، 2A، وهنا 10، يبقى 12. تروح هنا تقول لي العمود رقم 13، 14، 15، 16، 17، 18. وبكده الحمد لله نكون انتهينا من وصف الجدول الدوري الحديث. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.